عارفه ايه اللي هيحصل لما تستخدمي الشفر على بشرتك؟ بما اننا داخلين على العيد خليني اصحح لك شويه معلومات عن الشيفنج او الشفره عشان لما تستخدميها تبقي عارفه ومطمنه تمام. اول حاجه هتشيل كل الجلد الميت اللي موجود على سطح البشره، وده هيقلل معاكي من فرصه ظهور حبوب تحت الجلد او بثور او كمان مشكله جلد الوزه. تاني حاجة هتمنع الترهل بتاع البشرة تماما، لان الوسيلة دي ما فيهاش ولا شد ولا عنف زيها زي الوسائل التانية، فهي من الحاجات الحلوة جدا اللي بتخلي البشرة ما فيهاش اي ترهل خالص. وكمان هتساعد انه ما يبقاش عندك ولا كدمات ولا حروق ولا التهابات زيها برضو زي الوسائل التانية اللي احنا بنستخدمها. تالت حاجة الجلد هيستفاد باي برودكت هتحطيه عليه 100%، لان احنا شلنا كل الكرياتوزز لايرز اللي موجودة على سطح البشرة، فالاستفادة من المنتجات هتبقى اقوى، وفي نفس الوقت امتصاصها على البشرة بيبقى اسهل واسرع. الشعر لا يمكن يطلع ولا اتقل ولا اخشن ولا اكتر. المعلومة دي ملهاش اي اساس من الصحة، لان الشيفنج بيقص الشعراية مش بيشيلها من جذورها، فده ما بيأثرش ولا على سمك الشعراية ولا على عددها ولا ليه اي علاقة خالص بالمعلومات الغلط دي معلومة كانوا بيخوفونا بيها زمان، ملهاش اي اساس من الصحة. فلو عايزه تستخدمي حاجه لازاله الشعر، الشيفنج هتبقى اسهل واحسن طريقه، وكمان هتقلل معاكي الاضرار اللي بتحصل من الوسائل التانية اللي احنا دايما بنحذر منها انها بتعمل مشاكل كتير جدا كمان على المدى الطويل.